السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ يا رب تكونوا بألف خير، وحشتوني كتير 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 كتير. النهارده في مفاجأة جبارة ورب الكعبة. يا ولاد بفضل الله بفضل الله حاجة أنا منتظرها بقالي شهور، شغالين عليها بقالها فترة، وهو وأخيرا وليس آخرا بقى عندنا الأبلكيشن الجديد. أبديت شقلب الأبلكيشن من أوله لآخره من ناحية كل حاجة. تعالى بس بسرعة كده، تعالى أنا حبيت أشارك معاكم اللحظة ديت كده. المهم يعني هتفتح جوجل بلاي، وهو دلوقتي اندر ريفيوينج على اب ستور، يعني قريب جدا هيبقى على الاب ستور، بس خلاص رسميا الابديت بقى على جوجل بلاي. هتكتب على جوجل بلاي دكتور هوبا زي ما هي مكتوبه فوق في السيرش كده، تفتح دكتور هوبا اهي، هتبدا تعمل داونلود للابلكيشن. بس وانت بتعمل، على ما يعمل داونلود كده انزل تحت للريفيو. والناس اللي معانا بالذات يا جماعه ده طلب شويه، بس عشان الابلكيشن ده لسه نازل جديد، فحضرتك هتكتب بقى ريفيوهات كده عن تجربتك معايا في ثانويه عامه، سواء الدفعات القديمه او الدفعات الجديده. الدفعات الجديده اللي معايا، انت شايف احنا بنعمل ايه طول السنه، انت شايف النظام بتاعنا ايه الحلو فيه، ايه الحاجات اللي حاببها تتعدل. الريفيوز دي كمان المبرمج قاعد جنبي هناك اهو، المبرمج هو كمان بيبدا يقرا الريفيوز ديت عشان يشوف اي تعديلات عايز تضيفها، الحاجات اللي عايزها تبقى احسن موجوده في الابلكيشن. كل ده يا معلم انت بنبدا نضيفه سوا. فحضرتك هتعمل الريفيو الجميل بتاعك، تحط 5 نجوم وتكتب الريفيو. اي حاجه عايز تكتبها اكتبها لنا في الريفيوهات هنا او في الريتنج هنا. نزلنا الحمد لله الابلكيشن، اعمل اوبن. اول ما تعمل اوبن الابلكيشن هيظهر لك عمو جعفر تاني، عمو جعفر ده مكمل معانا لحد الاخر. هتعمل عمو جعفر، هتقرا الحاجات اللي تحت دي، المهم تعمل تخطي. دلوقتي هيظهر لك حاجه من اتنين. لو انت اول مره على التطبيق، مقصود بيها ان حضرتك ما كنتش معانا على التطبيق القديم اللي احنا كنا شغالين عليه قبل كده. لو انت ما كنتش معانا قبل كده، ما دخلتش ما اشتركتش في اي كورسات، فحضرتك هتضغط على اول مره في التطبيق، هيقول لك اعمل انشاء حساب جديد. هتعمل حساب عادي جدا، تكتب الاسم الاول الاسم الاخير، تكتب ايميلك، تعمل الباسورد بتاعك، وتكتب رقم تليفونك وتاريخ ميلادك والكلام ده كله. حلو. طيب الناس اللي جت معايا في الابلكيشن القديم اللي انا كنت شغال عليه، دلوقتي انت مشترك شهر اول شهر تاني، مشترك في ايا كان، في ورشه، في معسكر، في مراجعه، في اي الحاجات اللي انت كنت مشترك فيها حضرتك. ايوه حضرتك كده بكل بساطه مش هتعمل انشاء حساب جديد ولا حاجه. انت هتقول لا يا عم انا كنت مشترك ومعايا حساب قبل كده، وتروح ضاغط هنا وتدخل ايميلك وباسوردك زي ما هم بالظبط. اول ما هتدخلهم هنا بالمنظر ده، انا هكتب ايميلي وباسوردي وجاي. دلوقتي انا دخلت الايميل بتاعي والباسورد، اروح داخل دخول. ايه ده يا دكتوره؟ انا دخلت ايميلي وباسورد ولقيت بيجيب لي بيقول لي انشاء حساب جديد، او هتتعدل قدامي يقول لك هنا يا اولاد ديت ما هي الا استكمال البيانات بتاعتك. حضرتك هتكمل بياناتك عادي جدا، يعني هتكتب كلمه الباسورد بتاعك، وهتبدا تضيف رقم موبايل بتاعك، رقم موبايلك، ولازم يكون رقم موبايلك، وهقول لك ليه. ضروري لازم يكون موبايلك اللي انت شغال بيه رقمك انت تمام. وهتكتب هتعمل رقمك ويطلب، وهتبدا تدخل بعد كده تاريخ ميلادك، وبعد كده الجنس بتاعك ذكر ولا انثى، وبعد كده تضغط موافق. انت كده بتكمل البيانات بتاعتك، مش بتنشئ حساب جديد ولا حاجه، انت بتكمل البيانات. انت عملت خلاص تسجيل دخول، هو بيطلب منك بقى كمل البيانات دي. مبروك كملت بياناتي، ومبروك ظهر لك الهوم بتاعتك او البرنامج بالمنظر اللي انت شايفه. اكيد واخد بالك اختلاف في كل حاجه، في التصميم، في الهويه، في النظام، في كل حاجه. حضرتك دلوقتي هتشترك عن طريق الابلكيشن نفسه، تفعيلك هيبقى اوتوماتيك اولا. ثانيا الفيديوز يا اولاد، الفيديوز بتاعتك هتشتغل لحد 4K عادي جدا وبمزاجك. يعني انت ممكن تختار الكواليتي اللي انت عايزها والسرعه اللي انت عاوزها. كل حاجه بقت تحت الفيديو دلوقتي، التفاصيل، الديسكريبشن، اللينكات، كل حاجه بقت شغاله معاك. اقول لك على اجمد، انك دلوقتي عندك كل حاجه انت محتاجها. طبعا دي الهوم اللي بره، لا عندك زرار دلوقتي اسمه الكورسات. هتضغط على الكورسات هنا، هتلاقي كل الكورسات اللي بتنزل هنا. كورس مثلا 24 عام، بعد كده هتخش على المنهج الاساسي مثلا، وتبدا تختار الشهور. انا عاوز اشترك بالشهر، هتروح ضايف الشهر ده في السله، والشهر ده في السله، الشهر ده في السله. ايه ده؟ هي فين السله؟ ارجع ورا خالص في الهوم، عندك زراير تحت اهي. الزرار اللي تحت ده اللي هو مين؟ زرار السله. اوبا، ده الكورسات كلها اهي. مجرد انك تعمل عمليه دفع، ادفع الان انظر ما الذي سيحدث. هيجي لك الداتا بتاعتك. بص هنا انت الكورسات بتاعتك هتروح دافعها مره واحده، وتضغط باي ناو. ايوه، وتختار طريقه الدفع مثلا بفوري. انا بفضل فوري، عندك فوري، فيزا، فودافون كاش، عندك هتدفع فوري مثلا، وتعمل جنريت كود. هتضغط جنريت كده، اوبا الكود هيبعت لك فين؟ هيبعت لك فين بقى؟ هيبعت لك على رقم التليفون. الكود هيبعت لك على رقم، عشان كده بقول لك دخل رقم تليفونك انت. اتفقنا. دلوقتي انت حضرتك كواليتي الفيديو تقدر تتحكم فيها، الابديتس كلها هتنزل لك على الابلكيشن اول باول. دلوقتي كل حاجه تقدر تتحكم فيها في التطبيق، تدفع من خلال التطبيق، تبدا تشتغل، تغير في الكواليتي بتاعت الفيديوز، تقدر تخش وتتصفح كل اللي انت عاوزه. طب يا دكتور ده ابلكيشن والدنيا متطوره، ايه الحماس اللي جواك ده يا اولاد؟ انا دايما كنت في زمان وانا في اولى طب وثانيه طب والكلام ده، كنت بكره جدا ان انا انزل وافضل اروح كورسات واجي من كورسات والكلام ده كله. فعشان كده انا عملت دايما بسعى ان الابلكيشن اللي انا بعمله يكون موفر للطالب كل ما يتمناه من كل حاجه. كورسات على اعلى مستوى، خدمه
كواليتي، متابعه، تصميم، انت مرتاح وانت بتذاكر، متاكد ان الحاجه دي كافيه ووافيه ليك، وفي نفس الوقت نفسيا مطمن، وما بتخرجش من بيتك لحد عارف انت بتروح فين ولا جاي منين ولا بتذاكر ايه. تلاشي للامراض وتلاشي للعين، فان العين حق. الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه ان العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. ايوه يعني انت راجل واحد صحيح كده، الواد ده بيذاكر، الواد ده الاول، الواد ده عشان كده ما استغربش واحد طول عمره بيطلع الاول وفي ثالثه ثانوي يروح ايه ملسوع. فتجنب كل الحوارات دي وانت معاك ابلكيشن دكتور هوبا في امان. اكتب لنا، خش على جوجل بلاي، اعمل ريفيو، انا هقرا الريفيوهات بتاعكم في نفس ذات الوقت. اي تحديث تحب انه يضاف، اي تعديل تحب انه يتعمل، واحنا تحت امرك وفي عينينا. ولا تنسى ان في الطريق حلم لا تنسى، وكل ما تنسى حاجه فكرك. واخيرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. And as always be healthy and be safe. سلام عليكم.